بيان إلى الرأي العام. نحن في مجلس منبج العسكري، وبعد إعلان تشكيله في 4 نيسان 2016 بدأنا بالتحضير حملة عسكرية لتحرير مدينة منبج وريفها، وهي الحملة التي بدأت في الأول من حزيران 2016 ضد داعش، وقمنا بطلب الدعم والمساندة من وحدات حماية الشعب والتحالف الدولي للمشاركة في طرد التنظيم من المدينة وتحرير المدنيين. وعلى هذا الأساس عقدنا اجتماعا في قاعدة إنجرليك بتركيا، حضره ممثلون عن الجانب الأمريكي ومسؤولون أتراك ووفد من مجلس منبج العسكري برئاسة قائد المجلس العسكري السابق الشهيد عدنان أبو أمجد. تمت مناقشة المعركة وجرت تفاهمات بمشاركة الأتراك لتبدأ الحملة العسكرية التي استمرت أكثر من شهرين، واستطاع مجلس منبج العسكري ووحدات حماية الشعب وبدعم من التحالف الدولي تحرير المدينة في 15 من آب 2016 ليتمكن الآلاف من الأهالي من العودة لمدينتهم بعد توفير الأمن والخدمات. بتاريخ 16 تشرين الثاني 2016 تسلمنا في مجلس منبج العسكري الإدارة الأمنية والعسكرية في مدينة منبج، وأعلنت وحدات حماية الشعب الانسحاب من المدينة عبر بيان رسمي وعرض عسكري. لكننا في مجلس العسكري واصلنا إتمام بناء مؤسستنا وتنظيم هيكلتنا لحماية المدينة، ولهذا وبناء على طلبنا في مجلس منبج العسكري بقيت مجموعة من المدربين العسكريين من وحدات حماية الشعب في المدينة بصفة مستشارين عسكريين لتقديم العون للمجلس العسكري في مجال التدريب، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي وبموافقته. واليوم وبعد مرور سنتين وجد المجلس أنه بات قادرا على متابعة التدريب والحماية، وأنه يمتلك القدرة والخبرة الكافية في مجالات التدريب والقتال. تم الاتفاق مع وحدات حماية الشعب على سحب ما تبقى من مستشاريها العسكريين من منبج، على أن وحدات حماية الشعب تجري عملية الانسحاب في الأيام المقبلة. نحن في مجلس منبج العسكري نشكر مجددا وحدات حماية الشعب والمستشارين العسكريين لما قدموه من مساندة ودعم للمجلس، كما نشكر قوات التحالف الدولي ونحيي التضحيات التي بذلت وقدمت لتحرير المدينة من الإرهاب الداعشي. إننا في مجلس منبج العسكري نؤكد أننا قادرون على حفظ أمن مدينة منبج وحدودها ضد أي تهديدات خارجية، ونذكر تركيا التي تحاول فرض سياساتها على المنطقة وتتجاهل الأمان والاستقرار الذي تعيشه منبج مقابل الفوضى التي تعيشها مناطق تحتلها في شمال سوريا، حيث الاقتتال والقتل والخطف والاعتقالات التي تجري في جرابلس والباب وعزاز وعفرين. إنه حري بها أن تسعى لإيجاد الاستقرار لآلاف النازحين في المناطق التي يسيطرون عليها، ومنحهم الفرص لهم ليعودوا لقراهم بدل النزوح باتجاه منبج، حيث تشكل زيادة أعداد النازحين عبئا علينا، خاصة أن أعدادهم في ازدياد نتيجة الاقتتال الدائر في جرابلس والباب بين الميليشيات المدعومة منها، كما وأن عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي في عفرين والباب والتي وثقتها الأمم المتحدة خير دليل على الفشل الإداري والإنساني لتركيا التي تسعى لتغيير هوية المنطقة، وهي توضح الهدف التركي من احتلالها للمدن السورية، كما تقوم العشرات من الميليشيات والمرتزقة التابعة للدولة التركية وبإشرافها بقطع الطرقات وفرض الأتوات واختطاف الشباب والنساء والأطفال ومنع المدنيين من العودة لقراهم ومدنهم. فتركيا
لم تجلب لهذه المناطق إلا الدمار والخراب، وما يأتينا من مشاهد يومية من جرابلس والباب وعفرين وعزاز تظهر حجم الفوضى وغياب الأمن. وبالمقابل فإن منبج منذ تحريرها يسودها الاستقرار والأمان رغم حجم التحديات والتهديدات. القيادة العامة لمجلس منبج العسكري 6/6/2018. 3-4 أسئلة بس. أكرم. السؤال الاول للسيد شرفان، الدوله التركيه تتحدث عن مشروعها في العشره ايام القادمه عن بنيه نشر مراقبين افراد داخل مدينه منبج او قيام بدوريات على الحدود بين منبج على الحدود بين سوريا وتركيا، ما هي هذه الانباء وما هو موقفكم منها؟ الشق الثاني من سؤال السيد ابو عبد رئيس المجلس منبج العسكري، ما هو موقف التحالف من هذه التصريحات التي تطلقها الدوله التركيه؟ أحب أن أؤكد بخصوص